ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندي فرح وما اكدبش عليكم، اول ما اتعزمت مسكت في الفرح بايدي واسناني، وما انا نفسي اروح فرح، ما انا زهقت بصراحه. فقررت ان انا اجهز معاكم وهحط الميك اب بنفسي، وعملت حاجه كده ما كانتش عندي. انا المفروض ما كنتش عارفه هلبس ايه في الفرح، انا عندي حاجات كتير بس زهقت منها وزهقت من لبس البنطلونات، فقررت ان انا اعمل حاجه مختلفه. النهارده الفرح وانا عملتها امبارح بالليل. صدقوني لو عايزين تعرفوا ايه اليوم هيمشي ازاي والميك اب هيبقى شكله عامل ازاي واللي هلبسه شكله ايه، تابعوا معايا لاخر الفيديو. زي ما قلت لكم اول الفيديو ان انا عندي فرح النهارده وقررت ان انا اجهز معاكم، بس للاسف ما كانش عندي حاجه البسها. عندي حاجات كتير ولكن زهقت منها، فقررت ان انا قبل الفرح بيوم بالليل ان انا انزل اعمل سكيرت جيبه اللي هي بتتلف كده. طبعا ولا عندي قماش ولا عندي حد يعملها لي ولا عندي اي حاجه في اي حاجه. ففكرت فكرت فكرت دي هنمنتجها. ففكرت ان انا انزل اجيب قماش من المنشيه، فجبت قماش لونه اسود، ستان تقريبا، ورحت للخياط اللي بيظبط لي هو مش خياط، هو بيعدل الهدوم. قلت له انا عايزه زي دي بالظبط، وبصراحه تفضل مشكورا ان هو يساعدني. ولو ان هو مش دي مش شغلته ان هو يقعد يقص قماش وبتاع، انا اعدل انما ما قصتش. ولكن بصراحه ساعدني، شكرا جدا عمو جمال ان انت ساعدتني ان انا اعمل الجيبه دي في الوقت ده. يعني قعدنا تقريبا ساعة لا ما كملناش ساعة الا ربع ولا حتى نص ساعة. راح هو قصها لي، طلعت البيت ظبطتها، لا كده كده هنعمل كذا، نزلت له تاني عملها لي. المهم يعني هتشوفوا النتيجة بنفسكم وتحكموا وتقولوا لي رأيكم ايه. فعلا كانت حلوة او الاوتفيت كان موفق ولا كان ايه رأيكم؟ هو اللي ايه بيهمني. زائد طبعا انا هعمل الميك اب دلوقتي بنفسي، ولكن عشان تنويه بسيط كده، انا مش ميك اب ارتست ولا اخدت كورسات ولا اي حاجه. ده اجتهاد شخصي مني عشان ما حدش يقعد يقول انت حطيتي ايه مكان ايه وانت عملتي ايه مكان ايه. ده الميك اب اللي انا لما بيبقى عندي مناسبه بعمله بنفسي. تعالوا نشوف ونكمل الفيديو وتقولوا لي رايكم ايه. بس قبل ما نكمل، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس، اوعوا تنسوا عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. ويلا بينا نبدا الفيديو. زي ما انتم شايفين انا كده خلصت، جهزت وعملت الميك اب وكمان لبست. زي ما انتم شايفين عملت الميك اب بمنتهى السهوله، ما حطيتش حاجات كتير، ما حطيتش فاونديشن، حطيت بيبي. هو ده الموجود عندي وهقول لكم ليه. ابني ما بيخليش حاجه، فطبعا هو ده اللي موجود فمش هكلف نفسي فاستخدمته. وزي ما انتم شايفين عملت رسمه العين بمنتهى البساطه، ما حطيتش الوان كتير. هو كان لون البني والتدريجات خفيفه كده، واللون الذهبي اللي جنبه كان الله في السر عليم. والروج زي ما انتم شايفين. شوفوا بقى انا لبست ايه. الجيبه زي ما انتم شايفين دي، لو اقول لكم انا عاملاها قبليها بيوم بالليل، يعني قبل الفرح بيوم حرفيا والله. جات لي الفكره، انا عندي البتاع ده هو على فكره زي فستان لحد هنا، فطبعا لحد هنا انا مش عارفه يعني اوظف له حاجه ولا اعمل له حاجه. فعملت له السكيرت ديت بتتلف كده وعملتها بالرباط هنا، ما كلفتنيش حاجه خالص.
ولبست الهيلز زي ما انتم شايفين باللون الذهبي. والشنطه دي اللي هو الكلاتش هو قديم جدا من قبل ما يخترعوا تقريبا الموبايلات، فصغير، فهشيل الموبايل كده لوحده ودي في ايديا كده زي ما انتم شايفين. ايه رايكم؟ عجبكم الميك اب وعجبكم اللي انا لابساه ولا ايه؟ طبعا هو الفيديو كده ما خلاص، انا لسه هصور لما اوصل الفرح ولما ارجع واوريكم الميك اب كان عامل ايه. ساح، اتمسح، بقى شكله وحش، هوريكم كل حاجه بالتفصيل. بس كده اسيبكم دلوقتي وارجع لكم تاني. فرح خلاص، ربنا يفرحنا جميعا. وزي ما انتم شايفين الميك اب زي ما هو تقريبا، ما زودتش عليه حاجه غير بعد الاكل حطيت روج بس. بس يا بنات ده كان الفيديو. لو وصلتوا لحد هنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس، اوعوا تنسوا عشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه. وبس كده، بحبكم قد الدنيا. باي باي.